السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل بقى ايه؟ شوربة كده وفتة او اكل بسيط ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بقى شوية بقى مواسير عظم، ايوه عظم مكومة ادراك من العظم وشوربة العظم. نرجع كده ايام زمان كده اهو، شوية عظم كده متوصى عليهم اهو، شطفوا شطفة حلوة كده، ومحضرين حلة وبصل وهنسقطه. بسم الله ما شاء الله اهوت. حطينا المية غليت حطيناها، بسم الله ما شاء الله لسه ما غليتش، والبهاريز بدأت تظهر اهي ما شاء الله. الله اكبر، ربنا يحلي لكل واحد ذاته. لورا بقى وحبهان وروزمالي وبصل. ظبطي المرقه بتاعتك ما شاء الله. شويه شعريه بقى عشان نعمل شويه رز بشعريه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والمخلل ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طماطم معايا عشان نعمل صلصه، لو حب اللي يفت يعني يعمل فت. احلى شوربه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. دي الصلصه اهي، حابب يحط على الرز يحط على العيش. لو الصلصه بقى جنبها ويتحط عليه بهارات كده، بتتحط كده تحبش الصلصه والخل طبعا، والسلطه الخضراء تحبيشه يعني. دي بقى ايه؟ الكوارع او الكارم اهو. بتاخد بقى ايه؟ تغسلها غسله حلوه، تتشوح بقى بمعلقه سمنه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تديها ايه؟ تشويح قبل ما تحضر لها الجهد بتاعها. معلقه سمنه صغيره كده، بتحس ان هي خدت التشويحه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ميه بقى بتغلي وبتطلع من التشويحه، بتتحط في الميه بهاراتك بقى، بصل قرفه حبهان مستكه طماطمايه، ممكن تحطي طماطمايه. هتعملي حساب بقى ان مفيش حد هياكل من الفته والرز والكلام ده. هتعملي شويه مكرونه صغيره كده محمره. المحمره ديت يعني ايه؟ هتحمري حبه في السمن كده وكيس هنحمرها، هتبقى حبه وحبايه. بعد ما تتحمر هنضيف الحبه اللي فاضلين في الكيس زي رز حبه وحبه كده، ونضيف لها بقى الصلصه اللي هي بالثوم دي بقى روعه روعه روعه. معلقتين صلصه كده من الثوم اهو. تظبطي بقى القطيعة دي كده وتحطيها يا دوبك بس تكريها كده بالمية وتغطيها بقى. في ناس مش هتاكل معانا الكارع ولا الفته ولا الكلام ده. في ثانيه كده عملت لهم شويه المكرونه المحمره دي بالصلصه وجرست فيهم بالطين كده، عشان ايه؟ اللي ما ياكلش كده ياكل كده. هنعمل مهلبيه بسيطه كده. دي كيلو حليب وهنحط معلقتين نشا دوما لسه على البارد اهو، وهنقلبهم على البارد مع التقليب بقى ايه مستمر عشان ما تكلكعش. طبق ايه حلو كده. بس حطينا نقطتين فانيليا سايله و4 معالق سكر. هنقلب كل ده بقى
ومع التقليب المستمر. القوام بدأ يتجلس اهو اهو. شوف بس على ما يتبقبق كده قدامه وهطفي عليه وبعدين نجربها. بدأ يتماسك. شوف بقى البقبقة دي اهي، انتوا شايفين ده علامة السوا بتاعتها. خلاص عملت كده اهي، القوام بتاعها تجلس كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص طبعا المهلبية بدأ ايه جاهز كده للغاء. عايزة بس اوريكم بتغلي بصوبة ازاي. خلاص هنطفي عليها بقى كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. هتحمريها ولو متحمرة بالطريقة دي خلي بالك، يعني كل حاجة لو انتوا بتحمريها. انتوا زي ما انتوا بتحمريها اتحمرت كده البس دول، ممكن تجيب لها صلصة وتحطيها الفرن يعني عاملاها برضه بطريقة جميلة في القناة. لو حابة تدوري وعاملة فيلم الشوارع من أوله خالص، من أول الصليب والبهارات والحاجات دي بقى هنعملها جنب الفتة اللي انت هتشوفها معايا يعني في الفيديو بإذن الله. هتبقى مشتركة، ممكن تعمليها للشارع وممكن تعمليها لو لحمة أو أي حاجة اهي. بس بالنظام ديت بسم الله ما شاء الله. كيف من اللي هو التسبيع اللي احنا عاملينه اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده العيش بتاع التسجيل اللي احنا خابزينه في الفرن البلدي اهو. بسم الله ما شاء الله. ده بتاع التسجيل اللي حابب يشوفه، والفرن البلدي والعجين وكل حاجه يزور قناتي. معلقه سمنه اتفتحت عشان نحمص شويه العيش. بسم الله ما شاء الله اهو. يعني كسرته وهحمصه في معلقه السمنه. هو اصلا ناشف ومتحمص وطالع من الفرن البلدي، بس دي يعني ايه بتركيها كده. حمصها في معلقه السمنه الاول قبل ما تصب عليه المرق. شوفوا المرقه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. مرقه النخاع ده او العظم حاجه تانية وفايده كبيره جدا. هعمل لكم عينه كده طبق صغير كده اهو. هنبدا بالرز. العيش اتحمص اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تحط العيش الاول، تحط الرز الاول بخطوات، وبعد كده بتحط المرقه. ممكن تخلي طبق السلطه زي ما انتوا شفتوا اللي انا غرفته لوحده اللي حابب يحط، وممكن تعملوها بالطريقه ديت جنب السلطه جنب المخلل اللي انا عملته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نحط السلطه والرز والمرقه وتبقى بألف صحه وبألف هنا. يعني ايه للي حابب يدوق بقى. دي فت اهو رز كده زي ما انت حابه ايه تدوق. ديت الفتة اللي هي النخاع او العظم ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بشويه كده اهو بدات الميه تعمل العيش، والعيش لسه زي ما احتفظ اهوت. بسم الله ما شاء الله. طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفتة ديت قيس عليها فتة الكوارع، ممكن تعملها بالطريقه ديت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. منظر بقى والريحه وريحه الصلصه بالثوم بالخل جميله، مخليه الحاجه بقى مجرمشه العيش كده. العيش مش معجن يعني المرقه محتفظ برضو له جرمشه بسيطه كده. التحميصه اللي احنا حمصناها في معلقه السمنه ديت بتخلي الفته مية حاجه تانية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وحفظ الله.